هنعمل مع بعض النهاردة فطاير محشية سر، مش هقول لكم عليه دلوقتي. هنعمل الخميرة بتاعتنا، نحطها في كوباية مية مع معلقة سكر لحد ما ترتفع، ونقلبها كويس جدا، وهنضيف لها بيضة، ومعانا كمان ربع كوباية زبدة أو زيت أو سمنة زي ما تحبي، والبيضة بتاعتنا، ومش هنضيف أي حاجة تانية غير هو الملح. نقلب كويس جدا عشان البيضة تختفي مع المية والخميرة. حابة تعجنيها بلبن عادي، بس يعني ايه، خليها بمية احسن، مش قرص هي يعني. وهنحط كيلو دقيق، ومعانا نص معلقة ملح، وكمان كوباية مية دافية. هنفضل نحط منها لحد ما نشوف يعني محتاجين تاني ولا لا، ونعجنها. وطبعا عارفين كلنا ان المعجنات كل ما تعجنيها اكتر كل ما تبقى كويسة. نعجن كويس جدا لحد ما تحسي يعني ايه، زي ماما بتقول كده، العجينة سابت ايدك، يعني ما عادش بتلزق فيها كتير زي الاول، يعني حاجات بسيطة خالص تقدري تسلكيها يعني. كانت ماما نقعد نعجن العجين تقول مش هتشيل ايدك من العجين غير ما العجين هو اللي يسيب ايدك، فيعني ايه، عجيني لحد ما تسيب ايدك، وبعدين نسيبها ترتاح. وتعالى اقول لكم هنحشيها ايه. هنحشيها بطاطس. دي بطاطس مسلوقة 4 5 حبات مسلوقين عادي بقى، يعني حابين تحشوها انتوا حاجة تانية عادي يعني، اختياري بطاطس. بس انا عايزة اقول لكم جربوها بالبطاطس مرة، يعني عادي اعملوها قرداحي عادي، بس بصراحة بقى طعمها حلو. هنحط معاها زيت زيتون ورشة الثوم. رشة الثوم بتخلي البطاطس في حتة تانية خالص، يعني بطاطس يعني توم. هنحط بطاطس، معلقتين زيت زيتون ورشة توم ورشة ملح صغيرة وشوية موتزاريلا. لو أول مرة تتابعوني ده مطبخ سعاد، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يجيلكوا كل جديد. ومعانا بقى شوية لانشون على شوية بسطرمة، نقلبهم، ومش بنضيف لهم لا ملح ولا أي حاجة علشان هي البسطرمة عامة حادقة، يعني بتبقى حادقة شوية بس. والعجينة بتاعتنا تعال نشوفها كده. العجينة طرية جدا، يعني حتى لو خدتوا بالكم هي مش سميكة قوي، يعني ايه، بتمط معاكي من كتر ما هي مش سميكة قوي يعني. ونقطعها كور صغيرة ونحشيها. طبعا ده اختياري، حابة الكورة تكون مثلا سميكة قوي، كبيرة قوي، صغيرة قوي، زي ما تحبي يعني. المهم تخلي بالك ان الحشو ما يطلعش منها خلاص. وهنحط في كل كورة حوالي 3 معالق بطاطس على موتزاريلا، ونقفلها كويس جدا. ولو في زوايد في ايديكي ممكن تشيلها تحطها عادي يعني. نعملها كرة ونسيبها ترتاح، مش بنبططها على طول، نستنى عليها شوية لحد ما يعني نخلص كل الكمية وبعدين نبطط يعني. انا عايزة اقولك ان هي بيبقى طعمها لذيذ جدا جدا مع كوباية شاي. واو. هنحط هنا كمان لانشون البسطرمة، يعني برضو 3 معالق. وبرضو وانتي بتلميها لقيتي في ايدك طلع عجينة فاضية مفيش فيها حاجة، ممكن تشيليها. في ناس بقى بيقعدوا يحطوا العجينة ويقطعوها الميزان 30 جرام و40 جرام زي ما تحبي، يعني لو عندك طاقة ان انت تقعدي تحطي بالجرام وكده عادي، ما عيشي حياتك. نقطع الزيادة ونرصها كده. خلاص بدأوا يرتاحوا. هندهن ايدينا زيت بالراحة او زبدة زي ما تحبي، او مش حابة حاجة خالص عادي، بس بتديها لون بس ما بتستوي. تضغطي بالراحة كده عشان ما يخرجش منها الحشو. حابة تحطي سمسم، حابة تحطي حبة البركة، بتديها طعم عادي يعني. بس انا هكتفي بان انا اسيبها كده يعني. الفرن هيكون سخن على درجة حرارة 180، وهنحطهم في النص لحد ما تبدأ تستوي وتاخد لون من تحت. نولع الشواية.
تعال نحطهم يلا. الفرن بتاعنا شفتوا عملوا ازاي؟ يعني ده ممكن تستخدمها كمان في حاجة تانية، ممكن تخبزيه الأول في الفرن وبعدين تحشيه شاورما أو تحشيه برجر زي ما تحبي، يعني ممكن تستخدمها عجينة زي العيش وبعد كده تحشيها يعني. ندهنه زيت بسيط خفيف، زيت زيتون، ونغطيه لحد ما يطرى شوية وبعدين نقطعه. لو هتغطوه غطوه الأول بفويل أو بلاستيك علشان ما يبقعش الفوطة يعني. أنا هغطيه بفويل على طول. اما الصينية التانية تطلع. يلا بينا. أنا عايزة اقول لكم ان هو طري جدا وطعمه يعني مش عايزة، انا بحبه جدا مع الشاي كمان، يعني لو عندك كمان هريسة او مخلل او اي حاجة. عايزة اقول لكم طعمه جميل جدا جدا، جربوه هيعجبكم بجد. والبطاطس ما تستغربوش، يعني عيش محشي بطاطس بيبقى جميل. العجينة بتاعته طرية جدا زي القرص، مع هريسة بتحرق بقى، طعمه خرافي خرافي. يعني الواحد عايز يجيب كوباية الشاي ونقعد مع بعض، بس ايه، جربوه وقولوا لي ايه رأيكم في طريقته. تعال نشوف كمان اللي محشي بسطرمة. شفتوا؟ جميل. والعجينة بتاعته هشة جدا ومنفوخة وطعم روعة. انا بشكر من قلبي كل اللي بيتابعني، وبشكر اللي بيتابعوني للآخر الفيديو لآخر دقيقة. شكرا من قلبي لكم جميعا، واشوفكم تاني ان شاء الله في مطبخ صاحي.